هلا وغلا عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض اكله متينه ولذيذه وجميله ورهيبه. هنعمل كسكسي ودكروس. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. وحمص المطبوخ اللذيذ لتكليم على الكسكسي وتشبعي كده، ورهيب جدا وجميل. جبت عندي دكر الوز بتاعي، جبت حبهان ومستكه ورق لورا وروزماري وقرنفل، وكمان الكوبيبة الصيني والنجمي وكل بصي الحاجات، الحبوب الخشنة. تنسوش ورق اللورا والحبهان والمستكة. ماشي. المية بتاعتنا يا دوبك كده حطيناها على البوتاجاز، حطينا فيها وتفضل تغلي مع بعضها كويس. وانزلي بقى بدكر الوز بتاعك بايه، بالحبشتكنات بتاعته، وسيبيه بقى على البوتاجاز ياخد ويدي مع بعضه في شكل ودي. وطبعا ده عشان بلدي عتيق من البيت. بعد ساعتين وربع حطينا الملح ونكمل سواه. تعالوا بقى ناخد السمنة الفلاحي بتاعتنا ونسيحها على البوتاجاز، ونجيب الحلة بتاعت الكسكسي ونحطها. وانا جايبة الكسكسي المرة دي جاهز. يلا بينا بقى نرش السمنة بتاعتنا البلدي على الكسكسي ونبدأ نقلبه. ايوه، قلبيه كده وشربيه بقلب السمنة بتاعتك اللذيذة الرهيبة. هو بتتباع عند الحلواني جاهز من غير اي تعب. وقت ما يبقى الواحد مش قد كده بيجيبه، لكن هو بيتعمل في الكبة بيبقى سهل جدا وبسيط. ماشي، خلاص كده احنا حطينا وبسيناه وبقى جميل. هنحط كمان معاه سلطانيتين بتوع شوربة دكر الوز. ايوه، وقلبيهم. وبعدين حطيه بقى في قلب حاجة بيضة كده تكون خاصة بالكسكسي، تحطيه فيها. نعملاله كسوة لوحده كده نحطه فيها قماش، ونحطه بقى ونسيبه على البوتاجاز يتشرب وياخد ويدي مع بعضه، ونقفل بقى عليه. خلاص كده انا بوريكم اهو. قبل ما نقفل هنقفل بقى عليه ونسيبه. وجينا ده دلوقتي بقى ايه، نطلع دكر الاوز بتاعنا. اول ما تطلعيه دي بقى ايه، انا جبت الكاتشب. عارفين الكاتشب اللي بيجي حر؟ ومسكت كده دكر الوز وبقيت بالفرشة اديه، ودخلته بقى ايه الفرن. اتحمش مني سيكة، بس صدقوني طعمه كان رهيب. طبعا الجلدة مش مشكلة يعني. يلا بينا كده، بصوا ما شاء الله تبارك الله، اكل لذيذ وجميل ورهيب. والحمص كان عندي صلصة وبصل والحمص وسبكناها وملح وفلفل وبهارات، وطلع لذيذ ورهيب وجميل. جربوه، ما تنسوش اللايك والشير، واقول لكم باي باي في وصفة جديدة جميلة ولذيذة ورهيبة.